الدوله عايزه ان الناس ما تشيلش فلوس. حصلوا تك تك تك، ويمكن انت مش عارف ان الحاجات دي كلها حصلت عشان نوصل النهارده للي احنا واصلين له. كده هتدفع، فانت تدفع ايه عن طريق اللا تلامس احسن ما تدفع عن طريق التلامس. ازيكم؟ من اسبوع 10 ايام كده الدوله اعلنت ان هي، او البنك المركزي اعلن ان هو حط القواعد بتاعه نظام الدفع الجديد عن طريق ابل باي وسامسونج باي. والموضوع ده لاقى ترحيب من الناس كلها، والناس كلها جايه تقول ايوه بقى انتوا متاخرين ليه؟ اللي ما يعرفش موضوع ابل باي وسامسونج باي، دلوقتي احنا مؤخرا بدانا نتحول، او النظام بتاعنا يتحول اكتر ان هو يبقى لا نقدي. وهفهمك فكره اللا نقديه دي خلال الفتره الاخيره وايه اللي حصل فيها. النظام اللا نقدي ده بيخليك ان انت تقدر تحول او تدفع الفلوس عن طريق الفيزا كارد او عن طريق جميع الاجهزه اللي انت ممكن تقدر ان انت تستخدمها من غير ما تشيل معاك كاش. واخيرا يمكن ده شغال في دول كتير جدا، موضوع الابل باي والسامسونج باي، ان انت تحط الفيزا كارد بتاعتك على الموبايل وتخش على التاجر تشتري اللي انت عايزه، وعن طريق المكنه بتاعته انت بتعمل كده بالموبايل. خلاص الفيزا كارد او الكريدت كارد اللي انت حاططها على الموبايل عن طريق ابل باي او سامسونج باي بتقدر تدفع منها على البي او اس ماشين اللي عند التاجر ده. ودي خطوه عظيمه، وعلى فكره مطبقه في بلدان كتير، ويمكن انا سافرت بره مصر كتير، وفي بلدان انا ما اعرفش اصلا شكل العمله بتاعتها ايه، لان انا في الاخر كنت بدفع كل حاجه يا اما بالكريدت كارد او الديبت كارد، او لو انا عندي ابل باي هنا اهو، لو الاكونت بتاعي مفعل عليه ابل باي كنت بدفع عن طريق ابل باي. ففي الاخر انت مش محتاج تشيل معاك فلوس. طب الموضوع ده يعني جديد او احنا عملنا فيه طفره؟ في الحقيقه احنا متاخرين شويه، يعني احنا متاخرين عن بقيه دول العالم. وعايز اقول لكم ان انا وانا بعمل سيرش كده على الموضوع لقيت ان في دول اصلا بدأ ان التعامل اللا نقدي بتاعها يزيد عن التعامل النقدي. يعني في الاخر في ناس نسيت شكل الفلوس وبقت بتستغرب اي حد يخش محل يدفع فلوس من جيبه. يعني بيستغربوا الراجل ده ليه بيدفع فلوس كاش لما ممكن يدفع عن طريق الموبايل او عن طريق الساعه او عن طريق الديبت كارد او كريدت كارد. والموضوع ده منتشر في دول كتير جدا. طب احنا متاخرين ولا ماشيين بشكل كويس؟ انا عايز اقول لكم احنا متاخرين، ولكن احنا ماشيين بشكل كويس، لان اصلا قرار ان احنا نتحول لا نقديا ظهر متاخر. خليني كده افهمك واقول لك ايه الخطوات اللي حصلت، لان الخطوه دي هي الخطوه رقم 11 اللي بيعملها البنك المركزي عشان يقلل التعامل بالفلوس. يعني مفيش فلوس تاني، الدولة عايزة ان الناس ما تشيلش فلوس، او ده التوجه العام لفكرة ان انت تتعامل بالفلوس. طب ايه مشكلة ان انا اتعامل بالكاش؟ يعني ايه مشكلة ان انا اتعامل بالكاش ما بين الناس او ما بين الشركات والافراد وهكذا؟ في شوية مشاكل، انا هقول لكم شوية مشاكل كده اللي جت في بالي. اول حاجة، مشكلة الكاش ده ان هو بيتقطع او بيتسرق او بيقع، ومحتاج عد لو انت الرقم كبير. يعني انت لو عايز تدي حد مثلا 100000 جنيه بتقعد جنبه نص ساعه عشان يعد ال 100000 جنيه وتاكد بقى والكلام ده كله. بتتزور، ودي برضو مشكله كبيره جدا. في مصاريف وهدك كبير جدا لنقلها. يعني تخيل كده مثلا لو انت عندك فرع مثلا زي كارفور، وكارفور ده بيتباع كاش او بيبيع الحاجات بتاعته كاش. متخيل مثلا كارفور ده لو بيعمله في اليوم مثلا 10 مليون جنيه، محتاج ان هو يجيب خزنه قد ايه ويحط فيها الفلوس دي، والفلوس دي تتنقل من كارفور للبنك ويروحوا يعدوا في البنك ويعدوا في كارفور؟ الموضوع صعب جدا. وكل الدول فعلا بتحاول انها تنتقل لفكره اللا نقدي، ان هم ما يتعاملوش بالكاش. واهم نقطه بقى الصراحه اللي الدوله مستفيده منها، وهي فكره ان الاقتصاد اللا رسمي ينتقل للاقتصاد الرسمي. يعني كل المعاملات تبقى متشافه، وبالتالي يقدروا ان هم يزودوا الضرائب. يعني انا النهارده لو كنت باخد حاجه كاش مفيش اي حاجه تثبت ان انا خدت الفلوس دي كاش. عشان كده في تجار كتير دلوقتي الايام دي هو مش عايز يتعامل باي حاجه ليها علاقه بالبنوك ولا بالكريدت كاردز او الكلام ده كله. انا عايز يا عم فلوسي كاش. تعرف على طول ان التاجر ده ما بيقرش الاقرارات الضريبيه بشكل صحيح، لان هو لو بيقر الاقرارات الضريبيه بشكل صحيح مش هتلاقي عندك مشاكل في فكره ان انت تدفع اونلاين او تدفع عن طريق كريدت كارد والكلام ده كله. طيب خليني اقول لكم ايه هم ال10 خطوات اللي حصلوا، ومن سنه كام بدانا نتحول بالنظام اللا نقدي. اول الموضوع بدا من اول لما اصدر الرئيس قرار بانشاء مجلس اسمه ايه بقى. خليني اشرح لكم كده الخطوات بتحصل ازاي. اول حاجه، انشا الرئيس مجلس اسمه المجلس القومي للمدفوعات. دي خطوه جامده جدا، بس هي مشكلتها انها جت في سنه 2017. متاخرين، احنا متاخرين، بس يعني خطوه كويسه. المجلس القومي للمدفوعات ده كان عنده شويه تاسكات او عنده شويه مهام ان هو يعملها عشان يحول النظام النقدي للنظام اللا نقدي. ايه هم بقى؟ اول حاجه ان هو يقلل التعامل بالكاش في البلد. الكاش يا جماعه حاجه مرهقه جدا لكل الانظمه وكل الاماكن اللي بتتعامل بالفلوس، ان هو مش عارف يشيلها ومش عارف ينقلها والكلام ده كله. فدوره ان هو يقلل تعامل الكاش في البلد. انا عايز اقول لكم على حاجه، في بعض الدول الاجنبيه عشان يقللوا التعامل بالكاش، مثلا في مكان زي كارفور، قال لك ايه؟ قال لك احنا هنعمل كل الاماكن او كل الكاونترز بتاعتنا بتتعامل بس بالناس اللي بتدفع اونلاين،
ومكان واحد بس بيتعامل بالكاش، فبتلاقي عليه طابور كتير جدا. فالناس بدات انها خلاص، ودي حته برده مهمه، ان المينتاليتي بتاعت الناس تحاول على قدر الامكان انها تتحول، ان المدفوعات بتاعتك كلها تبقى اونلاين او عن طريق التليفون او عن طريق الفودافون كاش، الوالتس، الكلام ده كله. فاحنا برده كثقافه نفسنا برده لسه مش متعودين. الناس بتحب تشيل الكاش وتحس ان هو امن من ان هم يحطوا الفلوس في البنك او ان هم يحولوا لحد الفلوس اونلاين. واماكن كتير جدا، يمكن انا عشان من بدري بحب ان انا اتعامل اونلاين وما بحبش اشيل الكاش في جيبي. ساعات كده لما بخش اماكن بيستغربني قوي لما انا اقول له انت عندك مثلا فودافون كاش، عندك وولت او عندك حساب في البنك؟ يقول لي لا يا باشا، انا اسحب من المكنه دي وهات لي الفلوس كاش. هو بيحب الكاش، لسه الثقافه ما انتقلتش لفكره ان هو يا ابني انت مش محتاج تعد او انت ممكن تاخد فلوس مزوره والكلام ده كله. فالمجلس القومي للمدفوعات في 2017 اول دور ليه ان هو يقلل الكاش، وده بدا يشتغل عليه، وهقول لكم ايه الخطوات اللي عملها. تاني حاجه ان هو ينشئ نظام قومي للمدفوعات. احنا ما كانش عندنا قبل كده انظمه قوميه للمدفوعات. يعني ايه؟ يعني انظمه المدفوعات اللي في العالم كلها دي شركه بتمول البنوك كلها او بتتعامل مع البنوك بانظمه مدفوعات، هي المسؤوله عن عمليه الترانزاكشنز وانها تجيب لك فلوسك وانها تحصل من التاجر وتودي البنك والكلام ده كله. زي فيزا، زي امريكان اكسبريس، كل دي شركات او انظمه للمدفوعات، سواء كانت شركات او سواء كانت دول. فاحنا انشأنا نظام اسمه ميزه وهكلمكم عليه كمان شويه. ده فكره نظام قومي، بقى عندنا نظام مصري قومي للتعامل بالمدفوعات ما بيخرجش الفلوس بره البلد. ودي برضو نقطه مهمه جدا، ان مثلا فيزا وكريدت كارد هم شركات مش مصريه، فالعموله بتاعتهم بتطلع بالدولار والتعامل بتاعهم بيبقى بالدولار. فاحنا ما نعمل نظام قومي للمدفوعات يبقى كلنا زيتنا في دقيقنا كده بنتعامل بالجنيه والدنيا بتاعتنا بالجنيه. وعشان كده نظام ميزه ده ما بيتعاملش بره مصر، يعني ما تقدرش تدفع بيه اونلاين، ما تقدرش تدفع بيه بره مصر، لان هو نظام قومي بيتعامل بالجنيه جوه مصر، فبيقلل هاسل كبير جدا كان بتعمله فيزا وكريدت كارد. دي برضو خطوه مهمه. ثالث حاجه ومن الحاجات المهمه وهي فكره الشمول المالي. ودي الصراحه بيني وبينكم في ناس مش حباها، فكره ان انت الدوله تبقى عارفه كل حاجه عن فلوسك ورايحه فين وجايه منين. لو انت بتعمل حاجه غلط فمش تبقى حابب الموضوع ده، ولكن انت لو على الله والدنيا بتاعتك تمام واقراراتك الضريبيه تمام والدنيا تمام، خلاص مش هيبقى عندك مشكله، بل انك كمان هتحبس فكره التعاملات كلها الاونلاين والدنيا تبقى تمام. وعلى فكره بداوا كمان يعملوا سيستمز للضرايب ان كل حاجه تبقى الكترونيه، فواتير الكترونيه وايصال الكتروني، عشان يعمل نظام للشمول المالي ان الاقتصاد الغير رسمي يخش في الاقتصاد الرسمي، وبالتالي يزود الاقتصاد المصري ويحقق ضرائب اكتر. برضه دي حته مهمه جدا، يعرفوا يلموا الضرائب بتاعه الدوله. رابع حاجه بقى من الحاجات المهمه ان هم يعملوا سوق اسمه سوق المدفوعات. احنا ما كانش عندنا الكلام ده قبل كده. فمثلا انت مؤخرا بقيت تشوف حاجه اسمها مكان كده لحاجه اسمها فوري باي او باي موب او نتورك مش عارف بلس او حاجات زي كده. دي شركات مش بنوك، يعني بي او اس او مكان مش بتاع بنوك. احنا زمان كنا بنشوف المكان يا اما بنك اهلي يا عربي افريقي يا مصر يا مش عارف سي اي بي، الكلام ده كله. ولكن مؤخرا بقينا نشوف منصات وبنشوف بي او اس، اجهزه بي او اس لشركات. عشان كده الشركات دي بدات تخش عشان بقى في حاجه اسمها سوق المدفوعات. ودي من الحاجات اللي كان المجلس القومي للمدفوعات بيعملها. طب من 2017 لحد النهارده ايه الحاجات اللي انت عملتها عشان تحقق الاربع حاجات دول؟ والله العظيم هي حاجات عظيمه، هي بطيئه شويه بس سلو بات ستيدي، يعني الحاجات بطيئه بس معموله بشكل كويس. خلينا ناخد ال10 حاجات اللي حصلت لغايه ما نوصل للحاجه ال11 اللي هي ان هم فعلوا الابل باي او السامسونج باي. اول حاجه هو اصدار قانون لتنظيم المدفوعات في 2019، يعني بعد سنتين من انعقاد المجلس عملوا قانون اسمه قانون تنظيم المدفوعات. وده كان مهم جدا لان احنا ما كانش عندنا قوانين قبل كده لتنظيم المدفوعات الاونلاين، يعني كان الموضوع كله بيتم من شركات اجنبيه والبنوك وما بينهم وما بين بعض، وما كانش عندنا القانون ده. ودي حاجه برضو خطوه مهمه، ولكن حصلت في 2019. من 2019 لحد النهارده اسمع بقى، خد بقى معاك ال10 حاجات اللي حصلوا تك تك تك. ويمكن انت مش عارف ان الحاجات دي كلها حصلت عشان نوصل النهارده للي احنا واصلين له، ونوصل بعد كده ان احنا في الاخر ما نتعاملش بفلوس خالص. اول حاجه زي ما قلت لكم اطلاق، بصوا كده انا عامل لكم بلوكات كده ماشي، احنا كده رقم 1 اطلاق ميزه. اطلاق ميزه. نظام ميزه نظام مدفوعات زي ما قلت لكم هو وطني او قومي، ده معمول لمصر بس، والنظام ده بيسهل حاجات كتير جدا وبيخلي المدفوعات تلف حوالين مصر، ما تطلعش بقى لكريدت كارد ولا فيزا ولا امريكان اكسبريس ولا الحاجات دي بره، وسهل حاجات كتيره جدا. طيب احنا عايزين نشغل نظام ميزه، احنا لينا كنترول على ايه؟ احنا نخلي خدمات، في خدمات اسمها خدمات ميزه. انت النهارده تقدر تعمل حاجه اسمها بريبيد كارد، يعني مش لازم يبقى عندك حساب في البنك، تقدر تروح تطلع كارت ميزه ده. واطلقوا عملوا حمله وبتاعت احمد مكي والكلام ده كله، ان انت تقدر تعمل بريبيد كارد تروح تحط فيه فلوس وتدفع عن طريق خدمات ميزه دي، وبيكون دايما العموله بتاعتها قليله، وحتى العموله بتاعت التجار اللي بتتسحب منهم بتبقى اقل لو انت دفعت بكارت ميزه. يبقى دي تاني خطوه، خطوه حلوه. تالت خطوه، احنا معانا ورق تاني ولا ايه؟ ممكن ننزل كده. تالت خطوه بقى ايه يا برهان؟ ان احنا خلينا العاملين بالدوله
كلهم يتحولوا لانظمه ميزه. حلو قوي. يعني احنا عندنا الكروت اللي موجوده في الدوله هي ايه؟ هو الموظفين بتوع الدوله باشا حولهم ميزه، ما تخليهمش كريدت كارد ولا فيزا، لانهم كده كده بيقبضوا بالجنيه جوه مصر ويتعاملوا بالمصري، وبالتالي انا عندي كنترول عليهم فاقدر اعمل كده. تاني حاجه ان انا اعمل ايه تاني؟ ان انا اخلي المعاشات، الفلوس اللي بتطلع معاشات والتامينات دي كلها عن طريق الكريدت كارد تطلع بميزه، ودي حاجه برضو كويسه جدا. وزي ما انتم شايفين دلوقتي كل الناس معاها كروت ميزه. يعني الموضوع ده من 2017 لحد النهارده اي حد بيتعامل مع الدوله بيتعامل بانظمه ميزه، ودي حاجه الصراحه جامده جدا عشان ما بتخرجش الفلوس بره مصر ولا دولار بره مصر ولا الكلام ده كله، بنتعامل مع نظام قوي. رابع حاجه ايه بقى؟ اخيرا وليس اخيرا بقى عندنا حاجه اسمها بي او اس في المعاملات الحكوميه. الموضوع ده لما طلع الناس قالت الله اكبر، اخيرا لما هروح المرور ادفع لي 3 4000 جنيه مش محتاج اشيلهم في جيبي. قال لك كل المعاملات الحكوميه بقت داخله تحت نظام ميزه، وتقدر تدفع عن طريق البي او اس بتاعتك عن طريق الكريدت كارد والديبت كارد. فده قلل هسل بقى انتقال الاموال من الشهر العقاري وانتقال الاموال من المرور وانتقال الاموال من اي مصلحه، ان الموضوع بيسمع في ساعتها ومفيش تلاعب ومفيش سرقه، وتبقى انت ضامن ان الفلوس بتاعتك فعلا بتوصل لمكانها. يعني انت خدت الوصل بتاعك، انت متاكد ان الفلوس دي فعلا راحت للمكان الصح بتاعها. وده على فكره كان انجاز ضخم جدا، لان احنا كنا الناس اللي بتروح تسجل عقارات في الشهر العقاري كانوا بياخد معاهم شنطه مليانه فلوس عشان والله الشهر العقاري ما بيتعاملش بالكريدت كارد او بالفيزا. فالموضوع جامد جدا. خامس حاجه بقى ايه؟ انا باخدك صح؟ خامس حاجه ايه؟ باشا شجع لي المحافظ الالكترونيه، افتح لي الليمت بتاع المحافظ الالكترونيه، وخلي كل واحد عن طريق التليفون بتاعه يعمل محفظه الكترونيه سواء عن طريق البنك او عن طريق شركه الاتصالات بتاعته، وخلي الليمت بتاعها كبير. اللي فاكر كان بيتعامل مع فودافون كاش زمان كانت 6000 جنيه، كنت انت بتحس ان انت ملك مع اخرك، وده الليمت الشهري وبتاع. لا يا باشا، قلل المصاريف الاداريه على المحافظه الالكترونيه، ارفع لي الليمت لغايه 30000 جنيه، لان انت في الاخر دي تعاملات ما بين اشخاص واشخاص بيسموها بي تو بي، فبالاخر بي تو بي، فاهم؟ بيرسون تو بيرسون، اوكي، او بير تو بير. فانت في الاخر مش محتاج اكتر من 30000 جنيه في الشهر. فكل واحد النهارده لازم يكون عنده محفظه الكترونيه. يعني انا الصراحه بقنع الفكهاني ان هو ليه ما يخليش على موبايله فودافون كاش، ولما اروح لما ادفع له مثلا 100 جنيه ولا 200 جنيه ما ادفعلوش ليه عن طريق فودافون كاش؟ ليه يا ابني محتاج مني كاش؟ يقول لي يا باشا والله مش محتاج اروح اسحب. فخلى طريقه السحب كمان، زمان كنا بنسحب عن طريق فودافون بس، كانت حاجه خاصه بالشركه. دلوقتي انت تقدر بالمحفظه الالكترونيه بتاعتك تروح على اي مكنه اي تي ام وتسحب عن طريق المكنه نفسها، فما بقتش محتاج كريدت كارد او فيزا تقدر تسحب بيها. لا، انت ممكن لو معاك محفظه الكترونيه يا تحول لحد، او ان انت كمان تقدر تسحب فلوسك كاش لو احتجت كاش عن طريق المكن الاي تي ام. وده برده خطوه مهمه جدا. انا بوريكم بس الخطوات عشان ما تفتكروش ان احنا متاخرين، لا احنا كويسين، بس من 2019 لحد النهارده انجازات كبيره جدا. 6. ايه الخطوه السادسه اللي خدوها؟ احلى حاجه حصلت بقى في تاريخ تعاملات ما بين البنوك، وهو الانستا باي. يا جماعه الناس اللي كانت بتتعامل ما بين البنوك، وفكره بقى بعد مواعيد العمل الرسميه لما اجي احول لك يسمع تاني يوم، فكان الموضوع معرقل في الجمعه والسبت ما بقدرش احول لك ما بين البنوك. لا، النهارده عملوا سيستم اسمه انستا باي، تحط فيه كل الاكونتس بتاعتك وتقدر تحول في ساعتها بعد مواعيد العمل الرسميه او في الجمعه والسبت. وعايز اقول لكم ان هم عملوا احصائيه، الاحصائيه دي لسه طالعه من 3 ايام، بتقول هو الناس اللي بتتعامل بانستا باي بتتعامل امتى؟ يعني حجم التعاملات عامل ازاي؟ مش عارف، كان 2 مليار جنيه، حاجه رقم كبير جدا كده، كان اغلبيته بعد مواعيد العمل الرسميه. فانت مش خايف ان انت تحط فلوسك في البنك مثلا عشان هتشتري حاجه يوم الجمعه. على فكره ده كان هس زمان. يعني انا لو عايز اشتري حاجه ب 60000 جنيه يوم الجمعه كنت لازم اروح اسحبهم يوم الخميس. دلوقتي لو انت عندك انستا باي تقدر ان انت تحول. وعلى فكره كمان البنوك نفسها، لو انت مش عايز تخش على انستا باي، يعني البنوك نفسها بقى عندها دلوقتي ابلكيشنز. مفيش بنك ما عندوش ابلكيشن، والابلكيشن ده بيحول في ساعتها وبيسمع الفلوس بساعتها، لان هم عملوا نتورك جديده. النتورك دي تعمل مقصه ما بين البنوك سريعه جدا، فبالتالي تقدر تدفع بسرعه. ودي خطوه كبيره جدا. واظن الناس اللي بتتعامل بمبالغ كبيره اكبر من حجم المحافظ بتتعامل عن طريق انستا باي. ويمكن فتحوها في الفتره الاخيره، محافظ البنك المركزي تقريبا فتحها ل 150000 جنيه التعاملات، وده كان رقم كويس جدا. اوكي، سابع حاجه، تخيل كل الكلام ده بيحصل من 2019 لغايه دلوقتي. فالموضوع الصراحه يعني في انجاز. تخيل بقى لو احنا بادئين من بدري، يعني احنا بادئين الموضوع ده مثلا من 2000 مثلا، كان زماننا دلوقتي بندفع عن طريق التخاطر. يعني انا عايز احول لنا 200 جنيه، فاهم؟ يعني الموضوع هيبقى جامد جدا. سابع حاجه ايه بقى؟ حلو الموضوع. ايوه. سابع حاجه عملوها ان هم منع التعامل بالعملات المشفره.
نشر الثقافه بتاعه التعامل بالعملات المشفره. نشر ثقافه بقى يا جماعه ما حدش يشتري عملات مشفره والكلام ده كله. طبعا الموضوع ده عليه لغط، وفي ناس بتقول لك لا احنا مع العملات المشفره، وفي ناس بتقول لك لا، بس في الاخر العملات المشفره مجرمه في مصر. لو حد بيتعامل باي كريبتو او الحاجات دي كلها مجرمه في مصر ان انت تتعامل عن طريق العملات المشفره، لانها ملهاش غطاء نقدي او ملهاش اسيتس. شئت ام ابيت، اختلفت ام اتفقت، هي مجرمه في مصر والتعامل بيها عليه سجن وغرامه وبتاع. اوكي، عملوا كده. تامن حاجه، تخيل ان احنا كل ده ما وصلناش لسه ل 11. تامن حاجه ان هو بدا ينشر البي او اس، مكن البي او اس اللي هو البوينت اوف سيل، اللي هي الفيزا، يعني احنا بنقول عليها مكنه فيزا. اوكي، بقى كل المحلات، اي البقال النهارده عنده بي او اس، الكشك عنده بي او اس. الموضوع ده بقى منتشر جدا، وده راجع لايه؟ لان هو انشا اصلا حاجه اسمها سوق المدفوعات. بقت شركات خاصه تخش تعمل لك الماشينز، مش لازم البنوك، لان البنوك عشان زمان، يمكن انا شغال في البيزنس من زمان، عشان تروح تطلع بي او اس من بنك كان بيطلع عينك وانت بتتعامل بكام وهتتعامل لي بكام في الشهر. سوق المدفوعات ودخول شركات خاصه خلى الموضوع اي حد يدفع عن طريق البي او اس، فدي حاجه كويسه جدا. نشر الاي تي ام، بقى في اي تي ام تقريبا في كل حته، اي مكان انت بتروحه تلاقي اي تي ام. هو بيعمل كده ليه؟ عشان عايز يقلل التعامل لا نقدي. فانت عارف ان اي مكان رايحه هتلاقي فيه اي تي ام. كل البنزينات اللي بتتعمل بقى فيها اي تي ام. زمان كان الاي تي ام ده انت بتدور على الاي تي ام فين، ويمكن قعدنا فتره طويله على فكره ما كانش فيه رسوم على التعامل من الاي تي ام. يعني انت لو سي اي دي وسحبت من بنك الاهلي بس بقى فيه رسوم دلوقتي والله. اوكي، بس الموضوع ليه علاقه بنقل الاموال بتاعهم، بقى اكلمكم عليه في مره بعد كده. ولكن في الاخر الرسوم دي احسن الصراحه ما تشيل 20000 جنيه ولا 10000 جنيه في جيبك، ممكن يقعوا ولا يحصل فيهم حاجه زي ما قلت لكم المشاكل بتاعه شيل الكاش دي. فمعلش ندفع شويه الرسوم دول والموضوع يبقى كويس. وبقوا ايه كمان؟ ثالث حاجه، بقوا يشجعوا الاي كوميرس. بقى فكره الانتجريشن. بص انا جاي لكم من زمان قوي، زمان لما كنا مثلا بنعمل ويب سايت والويب سايت ده يبقى عليه دفع الكتروني، كنت محتاج بقى تعمل بورتال، والبورتال ده تروح للبنك والبنك يوافق او ما يوافقش، كان الموضوع صعب جدا. دلوقتي باشا انت عندك اي كوميرس، خد يا باشا ادفع عن طريق بيمو. بقى بيمو سهل، بقى فوري اونلاين سهل. نظام المدفوعات، انا قلت لكم تاني، نظام المدفوعات بقت الشركات داخله تتنافس، فاي حد النهارده عنده اي كوميرس احسن حاجه، بدل ما يحصل فلوسه عن طريق ان هو بيسموها ايه، بي او دي ولا اسمها ايه، سي او دي، بيسموها سي او دي. سي او دي اللي هي كاش اون ديليفري. وحتى انت لو دخلت اشتريت من امازون حاجه ولقيت كاش اون ديليفري، بيروح مش عامل يزود عليك 10 جنيه. ليه بقى؟ ما تدينيش فلوس، حول لي، ادفع اونلاين احسن، لان في الاخر انت بتوفر عليا فكره ان انا اعد ورا المندوب، مندوب الفلوس تروح الخزنه، في نقل، في عمليه. فحطوا رسوم عشان ما تدفعش كاش اون ديليفري، ولكن الاحسن ان انت تدفع اونلاين، وده حاجه جامده جدا. الفيديو طول قوي. تاسع حاجه بقى من الحاجات المهمه، وهو خلى، ودي يعني حاجه برضو الناس اتبسطت قوي، ان احنا بقينا ندفع كل الفواتير اونلاين. مفيش النهارده حاجه ما تقدرش تدفعها اونلاين. باشا الغاز تدفع اونلاين، الكهرباء تدفع اونلاين، الميه تدفع اونلاين، ما بقاش فيه محصلين. تشحن الكارت بتاعك اونلاين عن طريق ان انت تشحن الكارت عن طريق الموبايل، لو انت موبايلك في ان اف سي تشحن كارت الغاز او كارت الكهرباء. الحاجات دي يا جماعه ما جاتش من فراغ، ده نظام موجود وعايز يقلل التعامل النقدي، ما بقاش فيه محصلين. فعلا المحصلين بداوا يقلوا. كل حاجه، وتشحن من الكشك والكلام ده كله، تدفع فواتير عن طريق. لا انا بنزل مثلا، كنت عملت لكم قبل كده فيديو عن فوري، ده ماي فوري. مفيش فاتوره فيكي يا مصر شرق جنوب غرب القاهره تدفع عن طريق الاونلاين. في رسوم بسيطه ان انت تدفع اونلاين، انا شايف انها ما فيهاش مشكله، احسن ما تروح تسحب من البنك وتروح المشوار وتقف في طابور في الكهرباء والكلام ده عشان تدفع فواتير الكهرباء. انا اول كل شهر مسيف الفواتير بتاعتي على ماي فوري، تك 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 تك، دفعت كل الفواتير. احنا بقينا لا نقدي، الدنيا بقت كويسه. عاشر حاجه، احنا قربنا نوصل لل 11 يا استاذ بريم. عاشر حاجه، بقى في دلوقتي انظمه لدفع الضرايب اونلاين. انت النهارده بتخش على بوابه الضرايب الالكترونيه، تدفع الضرايب بتاعتك بدل ما تروح مصلحه الضرايب وتعمل اقرارك وتدفع فلوس. فبقى كمان، ودي من الحاجات اللي هو ايه، دي الحاجات اللي تحت سيطره الدوله، فسهل ان هو يحولها انها تبقى اونلاين. وحاجات كنا نفسنا فيها من زمان. تخيل انا مثلا كنت بدفع ضرايب كل شهر بتاعت القيمه المضافه دي، كل شهر في محاسب بيروح يقف عشان يدفع ورقه ويجيب الاقرار والكلام ده كله. دلوقتي كل حاجه بتحصل اونلاين، ودي من الحاجات المهمه جدا اللي بتوفر وقت ومجهود ونقل فلوس والكلام ده كله. واخيرا رقم 11 اللي هي جايه في السكه ان شاء الله هنشوفها خلال الشهر الجاي، ابل باي يا جماعه. ابل باي وسامسونج باي وجوجل وولت والكلام ده كله، دي حاجات الكترونيه خلاص. كمان حتى المحفظه اللي فيها كريدت كارد، بص والله ماشي بكاش 200 جنيه بس عشان السايس. حتى المحفظه اللي فيها كريدت كارد انت مش محتاجها. يعني يمكن انا لما كنت في دبي كنت حاطط الكريدت كارد ومشغل ابل باي على الموبايل، والمحفظه ممكن تبقى في البيت عادي، بروح اي مكان ادفع كده او ادفع عن طريق الساعه. الموضوع ده بقى جامد جدا. فان الحاجات دي تشتغل
فهيقلل في الاخر. ودي بصوا الحاجات اللي احنا قلناها في الاول خالص، انه يقلل الكاش، ان هو يخلي نقل الكاش او التعامل عن طريق الكاش ده هو قليل جدا. ودي خطوات كويسه متاخره، بس في الاخر احنا ماشيين بخطوات ثابته، ونفسنا بقى الحاجات دي تحصل، وان شاء الله يعني نشوف حاجات جديده تحصل خلال الفتره الجايه. من الاخر اللي انا عايز اقوله لكم، حاول على قدر الامكان تقلل الكاش في تعاملاتك، وحاول تستفيد من كل الاوبشنز اللي موجوده، وانتظروا ابل باي وسامسونج باي، عشان في الاخر نحاول على قدر الامكان ان احنا ما نشيلش كاش في البيت، او نقلل من مخاطر استهلاك الكاش، وان احنا دايما يكون التعاملات ما بيننا سواء على المحافظه الالكترونيه او انستا باي او عن طريق المدفوعات. وحاولوا كل الناس اللي حواليكم توعوهم بكل الحاجات اللي بتحصل دي، عشان لو في سوبر ماركت قافش لحد النهارده وما بيشتغلش بالكريدت كارد او بالفيزا كارد، او ان هو يدفع يعني عن طريق البي او اس، باشا انت لو مش بتدفع عن طريق البي او اس انا مش هقدر احول لك، فانا مش هشتري منك، انا اروح للكشك اللي جنبك او المحل اللي جنبك، لان دي بقت ميزه عندك بتقلل الهاسل بتاع ان انا اطلع واعد والكلام ده كله، وحتى اسرع في الدفع، ان انت تروح تدفع كده وخلاص، انت كده كده هتدفع، فانت تدفع ايه عن طريق لا تلامس احسن ما تدفع عن طريق التلامس. فيديو طويل بس والله يعني جه في دماغي النهارده قلت اقوله لكم الصراحه، فان شاء الله يكون مفيد للناس كلها، وتعرفوا كده وتتكيف كامل المعلومات بتاعت المعلومات الاقتصاديه الجامده دي. يعني جامد ولا مش جامد؟ جامد.